هنعمل مع بعض النهاردة وجبة لسان العصفور بالدجاج والخضار. وجبة متكاملة من كل حاجة، وبتتعمل كلها في صينية واحدة وعلى البوتاجاز، وما بتاخدش مننا خالص أي وقت، وطعمها جميل جدا. يلا مع بعض نشوف الخطوات. أنا هجيب صينية على النار وأقطع صدور دجاج وأكون عصر عليها ليمون وأسيبها تشرب المية بتاعتها، وبعدين أحط عليها ملح وكاري حلو وفلفل أسمر بس، وأقلبهم كويس جدا. وبعد كده بضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت بتشوحوا في نفس الصينية. بعد كده بضيف عليهم بصل متقطع صغير جدا زي ما احنا شايفين كده، بصلية كبيرة، وبقطع عليهم فلفل الوان او فلفل اخضر، الفلفل الموجود مفيش اي مشكلة. بعد كده بجيب طاسة على النار، بحط فيها معلقتين زيت، وبحمر كيس لسان العصفور، بحمره تحميرة كويسة لحد ما ياخد اللون الوردي الجميل. بفضل التحمير بيكون في زيت. بعد كده بضيف هنا معلقتين من الكاتشب مع مرقة دجاج، او معلقتين صلصة مع مرقة الدجاج، مفيش اي مشكلة خالص. اللي بيحب ياخد الصور بيعمل كاتشب، اللي حابب عادي يحط صلصة. بحط مية سخنة بتغلي من الكتل، بزودها كويس جدا وبظبطها وبظبط الملح، بظبط كل حاجة. بكون خلصت تحمير لسان العصفور بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بحطه في نفس الصينية واقلبه كويس جدا، واضيف عليه بقى الحاجة اللي هتنقله في حتة تانية جميلة جدا، الشبت. بعد ما بحط الشبت بقلبه وبغطيه وبسيبه على نار هادية زي الرز بالظبط لحد ما بيستوي. وشايفين الجمال ما اقولكوش. اتمنى تجربوه وتقولوا رأيكم ايه. متنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.